الله الرحمن الرحيم. مرحبا مشاهدينا في كنوز قرآنية، برنامجنا هذا الذي نغوص فيه في فضائل وأسرار الآيات والصور القرآنية مع ربان رحلتنا فضيلة الأستاذ عثمان بندو. حياكم الله أستاذ. الله يحييكم شيخنا. شكرا لكم أستاذنا. واليوم مع سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف هي يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. شيخنا، سورة مريم هذه السورة وهي تحكي وابتدأت بحكاية قصة السيدة مريم مع سيدنا زكريا، وفيها يعني من الآيات، فيها من الكنوز العظيمة، وهي من العتاق الأول التي قلنا أنها من أول ما نزل من القرآن الكريم. لهذه السورة قصة، أو للنجاشي ملك الحبشة قصة مع هذه السورة. أولا شيخنا، هذه سورة هدية لكل امرأة مسلمة، ما فيها من قصة مريم عليها السلام، وأن الله عز وجل لم يتركها ولم يدعها وقال لا تخافي ولا يعني عفوا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فهذه دعوة لكل امرأة مسلمة أن تقرأ هذه السورة وتحفظها وتدرك قيمة المرأة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه السورة فيها قصة كيف ولد المسيح عيسى عليه السلام، ورد على كل من قال أنه إله أو ابن إله. فقصته واضحة، قصة ولادته واضحة معروفة. ولهذا بكى النجاشي رحمه الله ورضي عنه عند سماع قصة مريم عليه السلام وابنها عيسى عليه السلام. فلما ذهب المهاجرون إلى الحبشة وذهب المشركون حينها وراءهم ليردوهم إلى مكة. النقطة هنا شيخنا فقط حتى نربط القديم مع الحديث. لما نقول النجش الحبشة نقصد بها حاليا هي تقريبا هي دولة إثيوبيا حاليا، إريتريا وإثيوبيا تقريبا. هذه المساحة هي كانت قديما تسمى، كانت مملكة الحبشة، وكانت ممكن تمتد حتى إلى اليمن. فالصحابة سافروا يعني من مكة بعض الصحابة يعني الذين طهدوا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى هذه المناطق، إلى الحبشة. لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، كان من أجل العدل الذي كان عنده وبحثا عن الاستقرار والأمان بعدما اضطهدهم كفار ومشركو مكة. فلما ذهبوا إلى الحبشة المشركون لم يتركوهم في حالهم، وهذا حال كل أعداء الدين، فذهبوا خلفهم إلى الحبشة واستعانوا بعمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي ذلك الوقت كان لم يدخل الإسلام بعد، وكان صديقا لملك الحبشة. كرح عمرو بن العاص داروا الهدايا وكرموا، وأراد إعادتهم إلى مكة، ولكن الله عز وجل حماهم
والله عز وجل يحمي أولياءه ويحمي عباده. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنجاشي رضي الله عنه لما أراد أن يعني يسمع منهم مما يعني من الحديث الذي دار بينه وبين ممثلي المسلمين وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا هل معك مما نزل من كتاب الله شيء؟ قال نعم. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، وهذا لفطنة جعفر بن أبي طالب. نعم. فقرأ عليه صدرا من هذه السورة، فبكى النجاشي وبكى أساقفته، حتى يقال أن كانت عندهم مصاحفهم الأناجيل، حتى يعني تلك المصاحف ابتلت من بكائهم. وقال قولته المشهورة أن هذا الذي جاءكم هذا القرآن والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، اذهبوا فلن أسلمكم أبدا. فهذه القصة لها تأثير عجيب عليه. نعم. وهي حجة لكل من قالوا أن الله ثالث ثلاثة، وأن عيسى بن مريم إله، أو أنه ابن الإله. هذه حجة لكل من يعني يدعي ذلك. حاشا لله عز وجل أن يتخذ ولدا. وجاء في آخر هذه السورة آيات عظيمة جدا، وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات تكاد تقع، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذه القصة أثرت حتى في هذه الآيات، أثرت حتى في النجاشي، فهي الأولى أن تؤثر على كل مسلم، خاصة الذين يحتفلون بعيد النصارى والذين يقولون أن عيسى بن مريم إله. فوجب عليهم أن يقرأوا هذه السورة وأن يتأثروا بها وأن يعودوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا، جزاك الله خير على الملاحظة هذه المهمة. وليس بعيدا نبقى في إطار العتاق الأول وننتقل إلى سورة طه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. شيخنا، سورة طه من العتاق الأول، يعني من أول ما نزل من القرآن الكريم كما ذكرنا في سورة مريم وما قبلها إسراء. كذلك فيها فضل عظيم أنت ذكرته، لكن نذكر به المشاهدين مرة أخرى. تفضل شيخنا. ذكرنا في سورة البقرة أن فيها في سورة طه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم. وذلك في قوله سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم. وسبحان الله كان شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يكثر من يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. كان يلهج بها كما ذكر تلميذه ابن القيم رحمه الله، كان يقول إن فيها سرا عجيبا. الله أكبر. يا حي يا قيوم. نعيد هذا الذكر، هذا اللي كان يقرأ شيخ الإسلام. نعم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. خاصة في السحر كان يقول أن له تأثيرا عجيبا وفي تقوية البدن وفي الصحة وفي البركة إلى غير ذلك، فكان يردده كثيرا ويقول إن فيه سرا عجيبا. ولعل هذا السر في هذه الأسماء التي هي اسم الله الأعظم الحي القيوم. الحي القيوم. ما شاء الله، بارك الله فيكم. وننتقل إلى سورة أخرى شيخنا، وهي سورة الأنبياء. لأن الكنوز كثيرة، فنحاول يعني أن نسابق الحلقات يعني في اكتنازها بإذن الله.
سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شيخنا، سورة الأنبياء من العتاق الأول هي أيضا، وفيها آية عظيمة، لو تذكرون فضلها شيخنا. نعم، هذه الآية هي آية الانكسار. الانكسار. نعم، جميل. وهي آية النجاة. النجاة. نعم، وفيها أن الذي عرف ربه في الرخاء يعرفه ربه في الشدة. الله أكبر. الإنسان يكون مرتاح ويكون في الرخاء ويكون لاباس به، يذكر، يسبح، يقرأ قرآن، ليعرف صوته في لما يكون في شدة. هنا شيخنا سؤال، هل هناك نجاة في الانكسار؟ نعم أكيد. الذلة والانكسار، قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. هو خرج ثم أنجاه الانكسار، وهم أيضا أنجاهم انكسار. يذكر أهل التفاسير أنه لما خرج يونس عليه السلام غاضبا من عندهم حل بهم العذاب، بدأت تظهر تباشير العذاب، فخرجوا كلهم، رجالا ونساء وأطفالا شيوخا وعجائز حتى دوابهم وأموالهم، خرجوا إلى البرية وبقوا يتضرعون الله قيل شهرا كاملا وهم يبكون ويتضرعون حتى كشف الله عنهم العذاب. وسيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا، قصة معروفة، لما اقترع وساهم فخرج في القرعة وألقي في البحر ثم التقمه الحوت فنادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الأرض، 3 ظلمات. نعم 3 ظلمات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الملائكة قالوا لله سبحانه وتعالى في الملائكة: هذا صوت نعرفه، لكن ما عرفوش أنه سيدنا يونس نبي ومن الصالحين ومن المقربين، وش هيدير في البحر وفي ظلمات البحر والحوت. فتعجبوا، هذا صوت نعرفه، لهذا الذي ينكسر وهذا الذي يسبح ويستغفر، هذا نعرفه. فنجاه تسبيحه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قيل من المسبحين في تلك اللحظات، وقيل قبلها، يعني في وقت الرخاء كان سيدنا يونس عليه السلام كان يسبح، فكان من الذاكرين والمسبحين، فأنجاه تسبيحه القبلي وتسبيحه بعد الشدة. فهذه آية عظيمة، ويستجيب الله بها الدعاء كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللي حب يدعي بحاجة يقدم هذا الذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وينكسر ويخضع ويخشع ثم يدعو فيستجيب الله بإذن الله سبحانه وتعالى حاجته. بارك الله فيكم شيخنا، ما شاء الله، يعني درر وكنوز ما شاء الله. شيخنا، لعلنا يعني نتكلم على صورة أخرى ونختم بها إن شاء الله اللقاء اليوم، وهي سورة الحج. سورة الحج من الصور التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج شيخنا الفاضل هي من الصور التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها. نعم شيخنا، لأن فيها فضلا عظيما، وهو أنها السورة الوحيدة اللي فيها سجدتين. نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الحج سجدتان؟ قال: نعم. وأمر بالسجود فيهما. وسجود التلاوة يعني هذا للتنبيه،
في المصاحف كاين سجود اسمه سجود التلاوة. نعم، هذا سجود القرآن. هذه مواضع توقيفية ليست بالاجتهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عين هذه المواضع، ثم اختلفوا بعد ذلك، اختلف القراء فيها. وهذا يعني كان واحد البحث كتبته أنه سجود التلاوة مسألة قرائية لا فقهية ولا حديثية. حنا المشكل أنه في المصاحف يكتبوا في الأخير ووضعت مواضع وسجداته بناء على المذهب المالكي. مثلا حنا عندنا في الجزائر رواية ورش والمذهب المالكي، لا، هي بناء على قراءة نافع. هذا اختيار نافع واختيار أهل المدينة في القراءة. وكذلك الكوفيون هي على كل حال سجدة التلاوة 15، 11 متفق عليها، ثم اختلفوا في الأربعة الباقية. ثم اختلفوا في سجدات المفصل في صاد والنجم والانشقاق والعلق. فهذه التي اختلفوا فيها. فمن بين السجدات التي اختلفوا فيها السجدة الثانية تاع الحج. نحن في رواية ورش نأخذ بالأولى فقط، الثانية لا، الثانية في مذاهب أخرى وفي قراءات أخرى. ولكن الإنسان حتى ينال الفضل وينال فضل هذا الحديث يسجد فيهما معا، إن كان في قراءة أو كان في الصلاة. ولكن في الرواية رواية ورش أو قراءة نافع فيها 11 سجدة فقط. والأمر يعني واسع بإذن الله سبحانه وتعالى. هو شيخنا، هو حتى نوصف يعني المشاهد، وكاين بعض الشباب حاليا ممكن شغل جديد عهد مع القرآن فيجد السجود. يعني كيف يكون سجود التلاوة؟ سجود التلاوة يعني الأصح أن الإنسان من الأفضل تعظيما للقرآن أنه إذا كان جالس يقوم ويكبر ويسجد الله أكبر، ثم يسجد ويقول سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وهناك كذلك أذكار أخرى إذا أحب أن يزيدها. ثم يعني يرتفع من الركوع ويكمل القراءة يقول الله أكبر الثانية ويكمل القراءة. وهكذا حتى في الصلاة، نحن في صلاة التراويح على مذهبنا تكبير قبل السجود، ثم سجدة، ثم التكبير عند الرفع من السجود، ثم نكمل القراءة في التراويح. هكذا هو عملنا نحن في الجزائر. ومن فضائل سجود التلاوة أن الشيطان يعتزل يبكي. الله أكبر. نعم. يقول شوف، هذا مما فضل به ابن آدم. شيخنا، مما فضل به ابن آدم أنه أمر بالسجود فسجد، وإبليس أمر بالسجود فلم يسجد، فهو يعتزل يبكي، والمسلم ينال الأجر وأجر السجود. الله أكبر. نعم. ويفضل. ويوم القيامة لما يأتي المسلم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا اللي كانوا ما يسجدوش في الدنيا. سبحان الله. نعم. ولكن المؤمنون لا، إذا يدعون إلى السجود فيسجدون بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا، جزاك الله خيرا. بهذا نختم لقاء اليوم على أن نستخرج ما بقي من الكنوز القرآنية في قادم من الحلقات بإذن الله. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. شاكرين لكم حسن متابعتكم، نلقاكم في لقاء متجدد. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.